السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي، رجعت لكم بعد غياب دام لي أشهر لأسباب صحية للأسف، يعني هي اللي خلاتني ما نقدرش ندير مونتاج. أنا كنت مريضة بزاف، يعني وزاد مع الحمل يعني مرضت بزاف لدرجة عدت مش قادرة حتى نهز راسي من الخدة. كما على بالكم، بعد أشهر الحمل طبعا حالتي الصحية كانت تستدعي أنه ندير عملية، لأنه أنا أول مرة صراحة يعني ندير عملية. أنا سبق لي ولادتي كامل بوليدتي الحمد لله، الله يبارك، يعني ما شاء الله، ولادات طبيعية يعني. هذه الخطرة قرروا الأطباء يعني حالتي الصحية كانت تستدعي عملية، لأنه كانوا خايفين عليا أنا شخصيا. البيبي كانت لبس عليها يعني حتى وناقصة في الميزان، لبس عليها ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، ربي يرزقني بأجمل بنيته. يعني أنا نشوف فيها أجمل بنيته صراحة. بالك عاد الناس راه يشوفوا فيها عادية، بصح أنا نشوف فيها بنتي، نشوف فيها أحسن هدية على وجه الكون. ربي يرزق كل محروم إن شاء الله، وربي يعمر كل حجر محرومة. يعني صراحة دعيت لهم كامل، اللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش، يعني خليت الدعوة مفتوحة للناس كامل اللي محرومين، إن شاء الله ربي يرزقهم. هنا هذه بعد ما قرروا الأطباء أعطوا لي فرصة، يعني قدها مرة روحي أرواحي روحي أرواحي راقبوك إذا كنت ولادة طبيعية ولا لا. بعدها قرروا بلي عملية، يعني طبيب التخدير في الآخر ثانية بلي عملية نتي عملية. لا دات عطاولي نهار 27 مارس، كانت على ما أظن نصفية تاع رمضان. هنا داني الزوج نتاعي كان طريق كاملة وهو يدعي ربي يجيب الخير ربي يجيب الخير. كان خايف وبين عليه التوتر، أنا ما كنتش حابة نخلي كما نقولوا حنا أطلق العنان لنفسي، يعني ما حبيتش نفتح الباب هذا باش ما نخافش، لانه انا معروف عليا الكوراج، ما نكذبش عليكم. ساعات يروح هذاك الكوراج، انا ما كنتش حابه نبين كاع بلي راني خايفه، عندي تخوف، لانه انا اول مره راح نجرب العمليه، ما نكذبش عليكم. اول مره راح كيما نقولوا نغامر وندخل غرفه عمليات، وكيما نقولوا كيما شفتوا العمليه، يعني غرفه العمليه وحدها تخوف صراحه. لكن ما كنتش نبين، كنت نضحك طريق كامله نصور لقطات من هنا. الزوج نتاعي كان يوريلي يقول لي صوري هذه. الجو كما شفتوه كان مغيم، يعني يعني مبغالهاش وتصب يعني المطر. انا كان يوريلي كاين ناس يعرفهم هنا يسكنوا هنا. الوجه طبعا وين درت محمد العمليه؟ درتها في البويره في عياده تاع لاله خديجه، ما شاء الله طاقم طبي رائع جدا جدا جدا. طبيب والطبيبه اللي داروا لي العمليه مع طبيب التخدير روعه، ما تحسيش كامل شعورك مع اطباء، بالعكس تحسي روحك راكي مع ناس تعرفيهم ويعرفوك، يضحكوا معاك، يقصروا معاك، ينحوا لك هذاك التخوف ولا الخوف. عادي جدا، وكأنك تعرفين من سنين. صراحة الحمد لله رب العالمين سلكت يعني لوليداتي، وفرحني بربي يعني بطفيلة راه معمر عليا الدار، راه يعني ملهيتني، معمر عليا الوقت الحمد لله. هذا الكاطو خدمته لي مرت خويا، ربي يحفظها ان شاء الله يا رب العالمين، وربي يفرحها بنتها طبعا وبصحيحتها. الحمد لله رب العالمين، ربي يقدرنا ان شاء الله ورجعوا لها خيرها ان شاء الله. هنا كما راكم تلاحظوا انا خدمت لي قداه النوع، خدمت لي الصابلي انواع، وخدمت لي البقلاوه، وخدمت لي الصابلي العادي. هنا صراحه يعطيها الصحه الكاطو ما شاء الله، ان شاء الله نرجعوا لها في الافراح، يعني خيرها نرجعوا لها في الافراح. كما راكم تلاحظوا هنا ما شاء الله، يعني احنا ما عندناش هذيك العاده تاع نعرضوا الناس على القهوه والكاطو، احنا ما عندناش هذه العاده، كاينه في ولايات اخرى، مي احنا الوسط ما عندناش هذه العاده. عندنا تعرضي في النفاس، تعرضي باينه داير اسبوع تعرضي على الطعام واللحم، باه نعرضوا على قهوه وكاطو ما عندناش هذه. عندنا حاجه عيب صراحه، مع احترامي للجميع، عندنا حاجه عيب باش تعرضي على كاطو قهوه، تعرضي على طعام ولحم، باه تعرضي على هذه لا. مي الكاطو هذا احنا نديروه باش كيجيو يباركولك ويحمدوا لك سلامه، تحطي طابلتك النوع هذا مكان، غيرها ما كانش. هنا كما راكم تشوفوني راني كيما نقولوا مفرشه الكنابي تاعي، كفر اللي ما عندي، ما نقول لك تقول راهي شومبره تاع عروس. كما راكم تلاحظوا انا قعدت في دارنا 14 يوم،
دايره العمليه قعدت 14 يوم، يعني الجرح ما كانش باري مليح، وجيت لداري بداو يجوني يعني يحمدوا لي سلامه، كثر خيرهم يعني. اللي جاني مرحبا بيه وكثر خيره، واللي ما جاش الله يسهل عليه. كل واحد وظروفه، كل واحد ومقدوره، كل واحد وقدرته، الله يسهل على كل واحد، وربي يرزق كل محروم ان شاء الله. واللي جاوني كامل كثر خيرهم ان شاء الله، نرجع حالهم في الافراح ان شاء الله يا رب العالمين. هذه هي كما راكم تلاحظوا. نوريكم في الكاطو يعني المرت خويا هنايا الكاطو كانت حاشيته بواحد الكريمات يعني. هذا صابلي عادي بقلاوه ما شاء الله معسله يعني وتتقرمش. هنايا نوعت يعني كثر خيرها. هنا كما قلت لكم هنايا بعدها بعد العمليه ب20 يوم. هنا راني كنت في الكوزينه، جبت بنتي يعني تقابلني في الكوزينه وين نخدم، ما نقدرش نخليها مورايا من هيه. ما شاء الله ربي يحفظها لي ان شاء الله. هذه اللبسه اللي شريتها لها في العيد، العيد ايه في العيد، العيد الاضحى، في العيد الاضحى، لانه العيد الصغير كانت صغيره يعني ما شريت لهاش لسه، يعني كان عندها 14 يوم ما شريت لهاش ما نكذبش عليكم. هذه في العيد الاضحى يعني شريت لها اللبسه هذيك، شريت لها هذو روبوت يعني باش كما قلنا تصير فيهم في الدار يعني تلبسهم. ما شاء الله كما راكم تلاحظوا. انا كنت نوري لكم يعني بالحاجه، كنت يد شاده بها التليفون ويد نصور بها يعني ما قدرتش كيفاش لانه السيبورت كسر لي. هذه اللي عيدت فيها بنتي، زدت معها ليبا فقط يعني. هنا مع العيد درت لها الحنه الله يبارك ما شاء الله، هنا راقده هذه هي كما على بالكم كامل يعني. ربي يفرحنا. هنايا ما شاء الله كبرت بنتي ولات مرا، الله يبارك الله يبارك، ربي يحفظها ويحفظ لي كامل وليداتي ويفرحني بهم. هنا راني دايرت لها المشايه، باباها شرى لها مشايه وراهي تلعب بها على بالكم. بنتي حاليا راهي في عمرها 10 شهور. سلام أخوات.